سلام الله عليكم أخواتي، نتمنى راكم كامل بخير. نبداو الفيديو بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم جبت لكم درس سهل وبسيط، هو كيفية أخذ قياسات الجسم بطريقة سهلة ومتناسبة لكل المبتدئات. كل ما نحتاجه في هذا الدرس شريط قياس، ورقة وسيالة لندون عليها القياسات المأخوذة. أول قياس نقوم بحسابه هو عرض الكتفين. عرض الكتفين يكون من عظمتي الكتف كما راكم تشاهدوا. أي قياس نأخذه لازم ندونوه به ما ننساوش. ثانيا محيط الصدر، أنا لا أخذ محيط الصدر، فقط ربع محيط الصدر به تجيني العملية سهلة. أضع شريط القياس في منتصف الصدر مباشرة، وأدير شريط القياس إلى خط الخياطة الموجود. فقط إذا كنت لابسة قندورة أو حجاب ستلاحظين خط الخياطة. ننتقل الآن إلى ارتفاع الصدر، وهو من أعلى الكتفين إلى تحت الصدر مباشرة. ندون العلامة أو الحساب الموجود للقناع. الآن وبكل بساطة ننتقل إلى دورة محيط الخصر. نقوم بقياسها بلف شريط القياس حول محيط الخصر بالشكل الذي ترونه أمامكم. فقط لا تنسوا تدوين القياسات الموجودة. ننتقل الآن إلى دورة محيط الحوض. نقوم بقياسها بنفس الطريقة السابقة. فقط البنات حاولوا تطبقوا، إذا كانت متوفرة عندكم المانكان أو طبقي على نفسك أو على أختك، حاولي فقط التطبيق. الآن يتبقى لنا الطول الكلي، وهو من أعلى منطقة في الكتفين إلى أسفل الرجلين. هنا سأضع صورة موضحة لنفس أو للقياس هذا الطول. نجد أيضا طول الذراع موضح بهذه الوضعية عند أخذ طول الذراع. محيط الذراع وهو أعلى منطقة في الذراع، نقوم بأخذ محيطه زائد قياس محيط المعصم موضحة في الصورة أمامكم. إن شاء الله يا البنات تكونوا تعلمتوا الطريقة الصحيحة لأخذ قياسات الجسم. نتمنى يكون فاتكم الفيديو. ما تنسوش جيم وسابوني، فعلوا الجرس لتصلكم كل الدروس الجديدة. في أمان الله، إلى فيديوهات أخرى بإذن الله تعالى.